ليه مش بنعرف نتغلب على مشكلة الأكل العاطفي؟ ليه قاعدة في المشكلة دي بقالي سنين؟ ليه مش عارفة أخس بقالي سنين؟ عشان أنا عندي أكل عاطفي. هجاوبكم النهاردة على السؤال ده من دكتور جيبر ميت. ده دكتور نفسي كان عامل محاضرة بيتكلم فيها عن ازاي نتغلب على الجوع العاطفي ونتخلص منه خالص. فالمهم الدكتور اتكلم على نقطتين انا شايفاهم هما اللي لو مسكناهم واشتغلنا عليهم صح هنحل مشكلة الأكل العاطفي للأبد. مشكلة الأكل العاطفي مبدئيا يا جماعة الحل بتاعها مش بيكون مع نيوتريشنست، يعني الحل بتاعها مش هيكون إن أنا أروح لدكتور تغذية يديني نظام، بالعكس ده ممكن يزود الأكل العاطفي. لكن مشكلة الأكل العاطفي بتكون مع هيلث كوتش أو ثيرابيست لو الموضوع متعقد جدا وكبير جدا. تمام؟ فتعالوا نتكلم عن النقطتين على طول عشان ما نضيعش وقت. اول حاجه اتكلم عنها هي فكره ان احنا بنبقى خايفين من المستقبل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا باكل برجر، باكله وهو بيخلص انا ببدا ابقى زعلانه كده، يا لهوي ده هيخلص، يا لهوي السندوتش هيخلص مني. تمام؟ فانا خايفه من المستقبل ان السندوتش ده هيخلص. تاني حاجه شائعه جدا 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 ناس كتير قوي بتعملها هي فكره ان انا هعك النهارده قوي ومن بكره هظبط قوي. شعوري وانا جاي اظبط بكره بيبقى فيه شعور بالخساره، انا راحت مني حاجه كبيره قوي بجد. انا كنت باكل وباكل اكل انا بحبه وملظلظ وجميل وفقدته. مع العامل المهم ان جسمنا ما يعني الاكل ده بالنسبه له بيكون طعمه ألذ، بيظبط الدماغ كده. تمام؟ فالدايره دي بقى بتعمل الكوارث دي كلها. دي اول نقطه. تاني حاجة الصورة الذاتية، صورتك الذاتية عن نفسك. النقطة دي يا جماعة عارفين عايزة لها حلقات بجد والله العظيم، أنا عايزة أعمل سلسلة على الموضوع ده. الصورة الذاتية عن نفسك، شكلك، انت شايفة شكلك ازاي؟ هكلمكم في الحتة دي عني لأن أنا شخص عانى من الأكل العاطفي كتير قوي، وهقول لكم بدأت أتعامل معاها ازاي. انا كنت وانا صغيره شخص رفيع جدا، بس انا كان عندي تخيل رهيب ان انا لما اكبر هبقى تخين، لما ادخل الجامعه هبقى تخين. دخلت الجامعه كائن كده نفشت، بعدين رحت جيم وخسيت وتمام جدا مفيش اي حاجه، خلاص قشطه رجعت اخس وبقيت حلو. ببص على نفسي في المرايه بحس ان دي مش ايمان، اللي قدامي دي مش ايمان، لا لا دي مش دي ايمان، دي المفروض تكون تخينه قوي. تخنت تاني، بعدين بدأت أتعلم في التغذية والهرمون الابروتش والأكل الصحي اللي هو كله بروتين ودهون وخضار وفاكهة وما باكلش بقى عيش ولا أي حاجة، وخسيت قوي. حصلت لي إصابة، كنت باخد كورتيزون، زدت جدا، زدت وصلت ل 115، ده كان أكبر وزن أوصله في حياتي. نزلت بعد كده ليه دلوقتي انا حاجه و80. تمام؟ في رحله نزولي دي اللي انا وصلت لها دلوقتي وان انا مكمله فيها، انا بدات استوعب ان المشكله مش في الاكل، مشكله في انا، مشكله في ده، دماغي بتفكر ازاي، صورتي الذاتيه عن نفسي ازاي. حرفيا انا كنت بحس بحاجه، والحاجه دي عملاء كتير قوي كلموني فيها. الحاجه دي هي انك بتحسي انت جسمك خلاص اتعود على الاكل الصحي، وبقيتي جسديا انت ممكن تصومي كتير، جسديا انت ممكن عادي جدا مش عايزه تاكلي عيش، بس دماغك كأن فيها دوده كده بتنخر ان انا لازم اكل حاجه دلوقتي، لازم ابوظ الدايت دلوقتي. ده عشان حاجه هبله قوي بس لو ركزنا عليها تتحل. هي فكره ان انا كأمان مثلا او اي حد عنده المشكله دي دماغه شايفاه تخين. مش دايما بيقولولك اللي انت بتفكري فيه هيحصل؟ لو انت بتفكري في حاجه سلبيه هتحصل، لو انت بتفكري في حاجه ايجابيه هتحصل، تفاعلوا بالخير تجدوه. دي حاجات ثوابت في الدنيا كده. فانا شايفه نفسي شخص تخين، بس انا شكلي مش تخينه، انا ببص في المرايه كده انا رفيعه، دماغي يحصل لها ايرور.
انا لازم اوصلها للصوره اللي في دماغها يا جماعه. فعشان كده بتلاقي ناس كتير قوي خست ورجعت تخنت تاني، خست ورجعت تخنت تاني. طيب كنت بتفرج على بودكاست لدينا الشربيني مع انس بوخش، كانوا بيتكلموا في نفس الموضوع. هو فكره ان دينا الشربيني على طول هي بتبقى شايفه نفسها ان هي وزنها زايد، على طول مهما كانت رفيعه بتبقى شايفه نفسها وزنها زايد. فعشان كده كانت بتخس قوي 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 قوي، اللي هو اوفر، لدرجه ان كان بيبقى شكلها مش حلو خالص. اشتغلت على الموضوع ده وبدأ يتحسن. فالموضوع ده منتشر جدا، فكرة ان الشخص يبقى شايف نفسه بصورة غير حياته، فدماغه تبدأ توصله للصورة اللي هو شايفها دي عشان تريح نفسها. يعني عارفة اللي هو انتوا جايين تصدعوني، انا شايفة نفسك، انت شايفة نفسك تخينة، خلاص اخليكي تخينة يا ستي واسكتي. طيب ازاي بقى اشتغل على الموضوع ده؟ هقول لكم انا عملت ايه، وده كنت واخداه من كتب ومن دكاتره نفسيين، كنت بتفرج لهم على فيديوهات، ومن دراستي ومن حاجات كتيره قوي. بدا يظبط معايا الموضوع ده. هفاصل وجاي. ازاي بقى بدات اشتغل على الموضوع ده؟ ان انا نزلت من 115 لحاجه و80، وحاسه ان انا ثابته، حاسه ان انا قادره اكمل. بدات اقول لنفسي النقطه دي مهمه قوي، ان انا تقبلت ان انا اوفر ويت. انا من ساعه ما زدت في الوزن ما كنتش بحب اتصور خالص، بدات اتصور تمام، وقشطه ده شكلي انا كده دلوقتي، اعمل ايه طيب؟ وده مش معناه اللي هو انا متقبله ان انا تخينه وخلاص هقعد كده، لا، ده معناه ان انا تقبلت اللي انا فيه. دي اول حاجه. اول حاجه انك ما تحسيش ان انت عامله عارفين اللي هو لا ده انا مش هعرف اتصور عشان انا شكلي وحش، عشان انا زي ده، لا، انا مش عامله، انا كائن حقيقي زاد عادي جدا، اكل فزاد، قعد فزاد، انا بالنسبه لي اتصبت فزاد، فقشطه جدا، مفيش اي حاجه. تاني حاجه بدات اشتغل عليها ان انا بتخيلني دايما ايمان رفيعه، بتخيلني دايما ايمان اللي صورتها دي، انا طول الوقت متخيلاني دي، مش متخيلاني الصوره اللي انا عليها دلوقتي، بس انا متقبله اللي انا عليها دلوقتي. انا كبنت بتقبلها بان انا بحاول اشوف الهدوم المناسبه ليا، اشتري هدوم جديده، مش لازم استنى لما اخس، لا، انا ممكن اشتري هدوم جديده مناسبه ليا وقشطه، بعد كده ممكن اضيعها او اي حاجه، مش مهم. بشتغل على الاهداف بتاعتي على انها عادات. ده السر في الجلوينج اب. الجلوينج اب ان انا بشتغل على عادات، مش بشتغل على نتائج. مش هدف ان انا اخس، انا هدف ان انا اكتسب العادات دي. وبقعد افتش في نفسي بقى، كل واحد كده يفتش في نفسه كده من جواه الحاجات اللي في طفولته وصلته لكده. يعني انا اكتشفت ان وانا صغيره كنت رفيعه جدا، بس كنت شايفه نفسي ان انا لما ادخل الجامعه هتخن. دخلت الجامعه كده نفشت تمام. انا حطيت ايدي على السبب. طب السبب ده ابعاده اكتر ايه؟ ان ممكن مثلا كان حواليا ناس كتير اوفر ويت، فانا شايفه ان الناس تبقى اوفر ويت طبيعي. ايا كانت الاسباب بقى عند كل واحد، ابدا اشتغل على الاسباب دي. مع الوقت دماغي هتبدا تستوعب ان قشطه، ان عادي انتي رفيعه، هتلاقيها بتساعدك تمام. النقطة كمان المهمة انك تجبري نفسك على العادات بتاعة الشخصية الرفيعة بتاعتك. يعني اكل صحي بقى، تمرين، الحاجات اللي هي الثوابت دي تجبري نفسك عليها، وتحاولي تشوفي بدايل ما تأذيكيش او تخليكيش مش عارفة تكملي. بيجي زباين، لم علينا عبيدك يا رب. المهم انا مش فاكرة اصلا كنت وقفت فين والله، بس يعني توتال انك تشتغلي على العادات اللي بتاعت نسختك رفيعه. يعني انا شخص رفيع، انا باكل اكل صحي، انا هاكل اكل صحي بدي. شخص رفيع هتمرن، فاتمرن. وما تقعيش في فخ انا وقعت فيه في الاول، ان انا عندي اصابه في رجلي، فكنت على طول بقى انا اتمرن انزل الجيم، رجلي توجعني شويه اقعد تاني. حاليا بتمرن سباحه عشان هي حاجه مناسبه ليا اكتر، وحاجه هتخليني يعني رجلي ما توجعنيش وانا بتمرن، فما يبقاش عندي حجه تمام. التحدي صعب، وانا دايما بشوف ان التحديات او الانتصارات النفسيه اقوى كتير قوي من الانتصارات الماديه. يعني ان انا اخس حلو، بس ان انا احل مشكله كانت هي مسببه زياده الوزن ده احلى كتير قوي. الوقت هيعدي وهتخسي وهتعملي اللي انت عايزاه، بس مهم جدا عافيتك وصحتك النفسيه تبقى حلوه. وبتمنى لكم وبتمنى لي وبتمنى لكل الناس صحه نفسيه جيده، و يعني تقبل لكل الحاجات الصعبة في الحياة وتغلب عليها، ومحاولة ان شاء الله ان هي تتحل. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.